في ليلة 24 كانون الأول ديسمبر عام 2006 انطلقت الرحلة الجوية 1128 المتجهة من مطار دبي نحو مطار كينيدي بالولايات المتحدة. خلال الرحلة التي كادت أن تتحول إلى جحيم حقيقي، توقفت فجأة جميع أنظمة الطائرة عن العمل. لدي خبرة 3000 ساعة تحليق بالطائرة الورقية. لم أكن حينها أجيد قيادة طائرة الريموت كنترول. نظرت إلى العدادات ووجدت أن أنظمة الملاحة لا تعمل، وأن الطائرة بدأت تهوي. لقد توقف المحرك الكهربائي. لقد جاءنا إنذار من قمرة القيادة بأننا سوف نسقط في البحر، لذلك أنزلوا قوارب النجاة من الطائرة. لقد كان الأمر مرعبا. اقتحم أحد طاقم الطائرة قمرة القيادة واقترح حلا. لقد كان الحل جنونيا، إلا أنه الخيار الوحيد. أنا مسافر جزائري. دخلت قمرة القيادة وطلبت من الربان أن نقوم بقضم البطاريات الطائرة. في بلادنا نقوم بقضم البطاريات لتعود إلى العمل مجددا. لقد نجونا بأعجوبة.